الخبر الضعيف يعني سواء وصف رواته بأننا كذابين أو وصف، هذا ليس معناته مدسوس. كون الراوي لو وصف بالفسق أو بالكذب لا يعني، هذا ينظر الخلط الذي عند هؤلاء، لا يعون أبجديات علم الرجال. أبدا لم يأتي عالم من علماء الرجال من الفريقين، ولم يأتي عالم من علماء الحديث من الفريقين، ولم يأتي عالم من علماء الدراية من الفريقين يقول أنه إذا كان الراوي وصف بالكذب إذا حديثه مدسوس. هذا ليس الدليل. بالعكس، الصادق قد يشتبه ويكذب من حيث لا يشعر غفلة، والصادق قد يصدق. إذن الصدق الخبر غير صفة الصدق في المخبر والراوي، لا تلازم في البين، عقلا لا تلازم. لذلك إذن الخبر الضعيف، فضلا عن ما إذا كانت رواته مجهول، كم راوي عندنا مجهول بعد أجيال اتضح أنه من الأجلاء، مثل عمر بن حنظلة، أجيال لم تكرس الجهود الرجالية في تحقيق حاله، اتضح الآن بالشواهد والدلائل ما شاء الله أنه من طبقة زرارة ومحمد بن مسلم. سابقا لم تبذل فيه جهود فلم يوثقوا. إبراهيم بن هاشم الكوفي أول من نقل حديث الكوفيين من رواة الشيعة وعلماء الشيعة من الكوفة إلى قم، والد علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير المعروف العظيم الكبير، أستاذ الكليني، هذا الذي يروي عن 60 راويا من تلاميذ الإمام الصادق إبراهيم بن هاشم. قرون من البحث العلمي كانوا يظنونه مجهول أو حسن الحال، لكن تراكمت الجهود إلى أن نقح حالا أنه من الأجلاء الكبار. بالله عليك هذه روايته لو كانت حذفت كان يعني سيميل غير من العبط، هو من الأجلاء. إذن الرواية الضعيفة لا تعني أنها مدسوسة، هذه من أبجدي. يا الله، إذا كانت لدى القائل عدم قدرة وعجز عن تمييز بين هالمصطلحين كارثة واقعا. إذن الخبر الضعيف بهذا المعنى قد يكون رواته عدول في الواقع، يصفون بأنهم كل واحد منهم صادقين، لكن نحن نجهلهم. جهلنا بهم لا يعني خدشة لا يعني خدشة في حالهم في الواقع.